ايوه انت مال امك؟ الراجل ابن الناس طلعتين امه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم العبقري. لو اول مره بتشوفني اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. تعالى نشوف الدنيا دي بتقول ايه. هاي جايز، انا ماشيه في اكتوبر راح ارجع الشبشب للراجل ابن المهلكه طلعتين امه. خدي يا شوشو كده الراجل ياخد التليفون بتاع المكنه ده، ياخد التليفون ويجري. طلع بيعاكسني بس. طبعا مش هعلق على الشتيمه، بس بعيدا عن ان هو طلع بيعكسك، بس ده تمام يعني، قشطه عاكسني. المعاكسه عندها زي صباح الخير، فقشطه عاكسني يعني، ما فيهاش مشاكل. كده امسكي يا شوشو كده، اقول لهم اوريهم الاوت فيت. شوفوا الاوت فيت بتاعي، لابسه مبيتي على رصاصي على شبشب اسود، ازاي ما تعرفي؟ اوت فيت اوت فتح. بموت، عندي كحه، جايبه ادويه من صيدليه العزبي وما بعملش اي حاجه. وريني. يلا. طبعا هي فرجتنا على نفسها، فاختها قالت اشمعنى انا لما افرجكم انا كمان على نفسي. ايوه انت مال امك برضه. ايوه انت مال امك. اسهر ولا اخرج ولا البس، انت مال امك وانا باخد المصروف منك يا مرة. فهميني بس، هو انا مثلا لازم استأذن حضرتك عشان وضعي ستايل لبسي مش عاجبك؟ ما كس امك يا ست، ما كس امك يا ست. هو انت ماسكه عليها كمبيالات يا مرة؟ هو في ايه؟ وتكون في الاخر تقول لك لا والله اصل ما بخرج. يا نيا يا بت يا بت، ما الناس الماضيه ما مليون واحد يفكروا. ما تجيش مع فراوله يا قلبي، هتتعبي هتتعبي، قلتلك اهو هتتعبي. سمعها لها بقى الفجره. هنا في واحده في التعليقات كتبت لها يعني احترمي نفسك شويه والبسي باحترام، قررت طبعا تتعامل معاها زي ما انتم شايفين كده. لا، هو المشكله ان انت مش شايفه نفسك في حاجه، هي دي المشكله يا جماعه.